بالنسبه للبحث على المياه الجوفيه، اول مرحله اللي كنقوموا بها هو التحليل، ولا كنديروا كنعرفوا شنو هي الجيولوجيا ديال ديك المنطقه. بمعنى كل منطقه واش هذيك الجيولوجيا احتمال كبير فيها الماء، ولا راه ما فيهاش الماء، ولا قليل فيها الماء. دونك هنا دابا حنا في المنطقه مثلا ديال مكناس والخميسات، دونك كنجيو كنشوفوا يعني بطبيعه الحال البلاصه اللي راه حنا كنتواجدوا فيها. دونك هذا خطوط اكس، هذا خطوط ايكغيك، وغنشوفوا البلاصه اللي راه حنا فيها شنو هي الجيولوجيا ولا ليطولوجيا اللي متواجده، يعني لي كوش جيولوجيك اللي كاينين، واش طبقات اللي هما رمليين اكسيتيرا اكسيتيرا. دوك كنعتمدوا على الخرائط الجيولوجيه، يعني الطبقات ديال الارض، ايضا على الخرائط المائيه او الخرائط الهيدروجيولوجيه، يعني الماء اللي تحت الارض، الويدان اللي دايزين تحت الارض فوالا راه كيبانوا لنا في واحد الخريطه معينه، وكنشوفوا المكان ديال التجمع ديال الماء. وايضا كنشوفوا حتى الفوارق، بمعنى لي فاي، لي زون اللي فيهم لي فاي مهم، لان لي زون اللي فيهم لي فاي هما اللي كتجمع فيهم الشتاء. وكنشوفوا الجيولوجيا ديال المنطقه، واش ديك لا جيولوجي الجيولوجيا ديال المنطقه اسكي لي فافورابل بوغ ليكزيستونس ديال لو، يعني فافورابل باش ان الماء يكون متواجد. مثلا الجيولوجيا اللي كتكون بطبيعه الحال او الطبقات الحامله للمياه هو غالبا تيكونوا الطبقات الرمليه. علاش؟ لان عندهم لا بوغوزيتي بطبيعه الحال طالعه، مساميه ديالهم طالعه، وحتى لا بيرميابيليتي طالعه، يعني كيخلي بان الماء ديال الشتاء يترسب ويتجمع ليا في واحد المنطقه. ايضا كنشوفوا حتى لي زيغ جيولوجيك، لي زيغ جيولوجيك او الاحقاب الجيولوجيه. غالبا حنا كنشوفوا الاحقاب الجيولوجيه الرابعه الكواتيرنير، اللي هو كان فيه من طبيعه الحال لا سيديمونطاسيون ديال لي غوش سيديمونتير. دوك لي غوش سيديمونتير او الصخور الرسوبيه راه هما اللي كيخليو داك المياه ديال الامطار بطبيعه الحال يتجمعوا. هادشي من طبيعه الحال قبل ملايين السنين، هذوك ديك المياه ديال الامطار كتجمع، وكنحاولوا نكشفوا لها افضل منطقه واحسن منطقه في البلاد ديالك. دونك هذه اول مرحله. من بعد كتجي المرحله ديال تحليل متعدد البيانات، اللي كنعتمدوا فيه ايضا على الامطار ديال ديك المنطقه، واش الامطار تما كثارين ولا قلالين ولا متوسطين، والطوبوغرافيا ديال الارض، يعني فينا هو المكان التجمع ديال المياه، كيفاش كيمشيو لنا لي فلو هيدرولوجيك ولا لي فري هيدروليك، لي فلو هيدروليك، يعني سكو سا سوا لي زو دو دريناج اللي كيمشيو لي فلو سوتيران، ولا ايضا تو سكيي غويسيلمون، يعني الماء اللي كيكون فوق الارض فينا بلاصه كيتجه. دونك كنديروا هاد الدراسه كامله، عاد كنحددوا اشنو من اون بلاسمون اللي غنمشيو ونحطوا فيه لو سيستيم. عاد كتجي من بعد المرحله ديال الاستشعار عن بعد، اللي كناخذوا فيه عده بيانات. من بين هذه البيانات الان دي في اي، الان دي في اي اللي راه مهم، كيعطينا فكره على الغطاء النباتي. دونك على العموم المناطق اللي كيكون فيهم الغطاء النباتي كثيف، فكيدل على ان الفرشه المائيه قريبه، وان التساقطات موجودين، وان المياه كيتواجد بوفره. واخر مرحله هي المرحله الجيوفيزيائيه. دونك هادشي راه كيمر عبر مجموعه ديال المراحل، 4 ديال المراحل اللي عندنا. اخر مرحله هي المرحله ديال الجهاز لاباراي، اللي كنركبوا هاد الاقطاب، هاد لي زيليكترود الكتريك. دونك حنا راه كنخدموا بطبيعه الحال بلا ميثود جيوفيزيك، لا تكنيك جيوفيزيك، ولكن فيها لا ميثود في او اس، كاينه لا ميثود الكتريك، كاينه لا توموغرافي. دونك على حسب كل منطقه كنختاروا حنايا احسن تقنيه اللي غتصلح في هذيك الارض. دونك هاد الاقطاب بطبيعه الحال اترافيغ هاد لو كابل كيجيبوا واحد لو كورون الكتريك، اللي هاد لو كورون كيترافيرسي هاد لي كوش ديال لو سول. حنا كنوصلوا حتى لواحد العمق ديال 800 متر. دونك كنسكانيو بطبيعه الحال الطبقات ديال الارض، وكترجع عندنا الموجه. دونك سواء كنعبروا لا ريزيستيفيتي سواء لا فيتيس دو بروباغاسيون، يعني السرعه ديال الانتشار ديال هذه الموجه. بناء على السرعه ديال الانتشار ديالها راه كنقدروا نعرفوا واش هذاك الماء متوفر بوفره كثير قليل ولا راه ما كاينش. بطبيعه الحال الا كانت لا ريزيستيفيتي ولا المقاومه ديال الطبقات الصخريه لتحت ضعيفه، فهذا كيعني على تواجد مياه، كاين واحد الاحتماليه للتواجد. ولكن ضروري نقوموا لا فيريفيكاسيون بلي كارت جيولوجيك باش نعرفوا واش هذوك الطبقات تحت ارضيه واش هو طين ولا حقيقه راه طبقات حامله
للمياه. ايضا السرعه ديال الانتشار ديال ديك الموجه اللي كنصيفطوا، شحال ما كانت السرعه طالعه فهذاك يعني على وجود ايونات حره في الماء، فكيوحينا على انه الملوحه تقدر تكون طالعه في هذه المنطقه. دونك كنقولوا للفلاح راه ممكن هذا الماء يقدر يكون مالح.